اهلاوي تابع الملخص وافرح. رواوة دخل بعشم بس الاهلي خلص عليه. كورة ضربة جزاء للاهلي، لو انت شايفها بلانتي او مش شايفها بلانتي، بس الاهلي وصل جوه منطقة الجزاء، لا دي ما فيهاش حاجة، دي وقعة عادية. رواوة اتعشم والاهلي ضحك عليه. الشناوي اول كرة تقع من ايده تقع معاها قلب الاهلاوية. بعد كده خلاص ما بقاش في رواوة، بقى الاهلي بس. الاهلي سيطر على الشوط الاول بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يضغط الاهلي ويروح على الجون مرة واتنين، ودي صدة ومتابعة. وبصراحة ياسر ابراهيم من احسن اللعيبة اللي قدمت اداء في البطولة دي، مش من الاهلي بس، من احسن اللعيبة اللي قدمت اداء في البطولة كلها. ربنا يكافئه والكرة تتصد وتوصل له قدام الجون. وهو يحاول بس مفيش منه الكلام ده. هجمة توصل للاهلي ترجع تاني، ده كوبري على الماشي كده مفيش منه مشكلة. أورووا مفيش منه خطورة. كرة ترجع للدفاع عادي جدا، يرجعها للجون، تيجي تطلع غلطة هدية توصل لبيرسي تاو اللي يحطها الجون التاني من غير ما يفكر. والأهلي سيطر خلاص. أورووا ما عندوش حاجة يعملها، ده لعيب اتفرش عادي. الامل يجي الاورووا بقى في اخر الشوط الاولاني بعد الكورنر راجع من الدفاع للمهاجم بتاعهم ويحطها الجون الاول. بعدها تيجي ضربه جزاء لاورووا يحط جون التعادل، ضربه جزاء في نص الجون، لكن الاهلي ما سكتش. في حوالي 5 دقايق معلول يشوط شوطه في الجون الثالث. معلول دايما عنده الحلول. بعد كده تيجي ضربه جزاء للاهلي قادره انها تقتل الماتش. خلاص الجون الرابع جاي، معلول يلعبها في ايد الجون لكن ما يسكتش، يرجع بعدها يعوض بجون ولا اجمل